بحبة ليمون واحدة وحبة بردقان رح نعمل من 2 ل 3 لتر من العصير المنعش والطبيعي. عملت لكم إياه بأسهل طريقة وأطيب طعمة، وما تنسوا تحتفظوا بهي الوصفة لأنه على الأكيد رح تلزمكم برمضان. نحتاج لحبة ليمون واحدة وحبة بردقان حطيتهم بالثلاجة لمدة 5 ساعات لحتى يتجمدوا، بعدين قطعتهم لمكعبات صغيرة بهذا الحجم، وكمان حبة البردقان قطعتها بنفس الطريقة. وهلأ بحطهم بمحضرة الطعام أو الفرامة وبفرمهم كتير منيح، وكل شوي بنزل الأطراف لحتى ينفرموا معي بشكل ناعم. وهلأ رح ضيف عليهم 3/4 الكاسة من السكر، وفيكن تزودوا أو تنقصوا الكمية مثل ما أنتوا بتحبوا. برجع بخفقهم كتير منيح لحتى يصيروا معي بهذا القوام. وبهي المرحلة فيكن تحطوه بأكياس المونة أو علب حافظة وتحطوه بالثلاجة لوقت الاستخدام. وهلأ بحطهم بصحن غميق وبضيف عليهم 2.5 لتر من المي، فيكن تضيفوا من 2 ل 3 لتر حسب انتو قديش بتحبوا كثافة العصير. بحركهم كتير منيح وبتركهم منقوعين حوالي نص ساعة، بعدين بستخدم مصفاية ناعمة وبصفيهم كتير منيح. وإذا بتحبوا الحموضة تكون واضحة شوي ضيفوا شوي من عصير الليمون. وهيك صار عنا أطيب عصير منعش وطبيعي، صدقوني طعمته كتير كتير طيبة. بإبريق التقديم ضفت شرحات من الليمون والبردقان، شوي من النعناع والثلج، ونزلت عليهم العصير. ما شاء الله عن جد طعمته كتير طيبة، جربوا وألف صحة وهنا. وإذا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسوني من اللايك.